عمرك حسيت إنك شاطر بس محدش شايفك؟ مش علشان مش قادر تبان، علشان جواك صوت بيقولك اهدى، بلاش، ما تبقاش تستقيل، خليها تعدي. الناس مش بتظلمك، الناس بتتعامل معاك على قد اللي انت قابل بيه. في فرق بين قيمتك الحقيقية والقيمة المدركة اللي الناس فاكرة انك تعرف تعمله. الدنيا بتتعامل مع المدركة مش الحقيقية، علشان كده ناس أقل منك سابقينك، مش عشان أذكى، لكن عشان متشافين أحسن. أكبر وهم أنا طيب وقلب أبيض. لا، أنت مش طيب، أنت مش حاطط حدود. الوهم التاني استحمل شوية. استحمل ليه؟ الناس بتفهم التحمل على إنه ضعف. ده بيحصل في الأفلام بس. في الحقيقة لو معرفتش تفرض وجودك، في حد أقل منك هيسبقك. لا. الحل؟ اقفل الحنفية. مش كل حد ليه اكسس ليك ولا لوقتك ولا لطاقتك. ارفض بصوت هادي: لا، ده مش مناسب ليا. الجملة دي لو عرفتها، حياتك هتتغير. وتتحمل ان في ناس هتزعل. ايوه، هيزعلوا وهيمشوا. انت تختار تخسر الناس ولا تخسر نفسك. قال الله تعالى: ولا تتبع الهوى. القيمة مش حاجة الناس بتديها، القيمة حاجة انت بتحدد سعرها، وبعدين العالم بيدفع.